السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم النهاردة الكشري المصري بالطريقة الأصلية، مش محتاجة مقدمات. هنحاول نعمله بطريقة مختصرة ومرتبة على قد ما نقدر، وهيكون ألذ كشري ممكن تعمليه. هنبدأ أول حاجة هنبدأ بيها هو العدس بتاعنا هو عدس بقشره أو عدس بجبة أو عدس بني زي ما بتسميه. معايا كوباية من العدس متنقي كويس. هنبدأ ان احنا ننقعه قبلها بساعة. ما عندكيش وقت هتبدأي ان انت تنقعيه بشوية مية دافيين لمدة نص ساعة، وبعد كده هتحطها على النار. مش هياخد منك وقت خالص. هنا بعد ما حطيته على النار لمدة 10 دقايق بالظبط، بدأ العدس يبقى معايا 3/4 سوا زي ما انتوا شايفينه كده. العدس بتاعي ما خدش وقت عشان كان منقوع قبلها بساعة. ودي كانت اول خطوة هنبتدي بيها. تاني خطوة بقى هنيجي لسلق المكرونة. حلة على النار هنحط فيها ربع معلقة ملح ونص معلقة زيت، وهنا هنعمل مزيج ما بين المكرونة الصغيرة والمكرونة الاسباجيتي، طبعا الكمية على حسب ما انت عايزة يعني. هنا جبت نوعين من المكرونة، اخترت اصغر نوع من المكرونة مع المكرونة الاسباجيتي عشان يبقوا مزيج كده مع بعض. بعد ما المية غليت معايا هبدأ ان انا اضيفهم في المية. المكرونة هتاخد معايا سلق بالظبط من 5 دقايق ل7 دقايق بالظبط. وهبدأ برضو ان انا مسويهاش برضو تسوية كاملة، لان برضو لسه هسويها بطريقة تانية. هنا هبتدي بقى بتالت خطوة، وهي تقطيع البصل جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ان انا اضيف عليه معلقة من النشا هنا عشان اغلف البصل بتاعي ما يبقاش فيه اي سوائل خالص. هنا كنت زودت الزيت شوية، وهقول لكم برضو احنا هنعمل برضو بالزيت ده ايه. هنا بدأت ان انا احمر البصل بتاعي، وابدأ ان انا اديله لون بني زي ما انتوا شايفينه كده. انا عايزه البصل كله يبقى تقطيعه واحده عشان تبقى الكرمله بتاعته كلها شكل بعضها. هنا الزيت بتاعي بقى مش هنبدا ان احنا نستغله يعني، مش هنرميه. وده برضو هيطعم معاكي برضو الكشري. بس اعمليه بس بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي، وان شاء الله يبقى احلى كشري هتاكليه. هنا معايا نص كوبايه من الشعريه وكوبايه من الرز. هبدا ان انا احمر الشعريه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهضيف على الرز واحط الملح واديله تشويحه كده بسيطه. هضيف بقى المية بتاعته او القعد بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهغطي عليه واسيبه لعند ما يستوي. وبعد ما استوى معانا طبعا هو لسه فيه تكاية بسيطة كده، بقى معايا ما شاء الله رز مفرفر زي ما انتوا شايفينه كده. وده برضو من التشويحة اللي هو خدها مع الشعرية. هنا بقى هنبدأ نجهز الدقة بتاعتنا، وهي دقة الخل، اللي هي عبارة عن نص معلقة من التوم المفروم، عليهم ربع معلقة من الكزبرة. هنزل عليهم بربع كوباية من الخل ونص كوباية من المية أو ربع كوباية من المية زي ما انتوا عايزين درجة المزازة بتاعته. وهبدأ ان انا احط ربع معلقة من الملح وهسيبهم لعند ما يغلوا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. نيجي هنا بقى معاكم لدقة الشطة بتاعتي. معايا نص معلقة من الشطة. هبدأ ان انا اضيف عليهم معلقتين من الصلصة، واحط عليهم ربع معلقة كمون وربع معلقة كزبرة وربع معلقة ملح. وهبدأ ان انا اشوحهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا القوام بتاع الشطة او بتاع الدقة ده بيرجع لك انت على حسب. جربي بس الطريقة بتاعتي دي وانت ان شاء الله مش هتندمي يعني. معايا هنا حلة كبيرة. هبدأ ان انا اضيف الرز بتاعي، وهضيف المكرونة، واحط برضو معلقتين من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل، وهحط العدس بتاعي، وابدا ان انا اديله تقليبه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده عشان الكل يتطعم من بعضه. بعد ما قلبته بالشكل اللي انتوا شفتوه ده هدي على النار واسيبه بقى يستوي كله مع بعض، عشان هو كده كده كان ناقص التكه الاخيره اللي انا قلت لكم عليها. هنا بقى هبدأ ان انا اعمل الصلصة بتاعتي، اللي هي عبارة عن ربع معلقة من الثوم. وطبعا الطماطم بتاعتي مفرومة ومصفية كويس. هبدأ ان انا اضيفهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وهبدأ ان انا اضيف ربع معلقة كمون وربع معلقة كزبرة، بس طبعا معلقة من السكر عشان الحموضة. وهسيبهم لعند ما يوصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى كان الشكل النهائي بتاعي بعد طبعا ما الكشري بتاعي خد التسوية الكاملة. طبعا شفتوا بقى شكل الكشري مع التقلية مع الدقة الحارة مع دقة التوم مع كرملة البصل. ما شاء الله كده حاجة تفتح النفس. جربي بس الطريقة ديت كده بطريقتي، وان شاء الله مش هتندمي يعني. هتاكلي ألذ واحلى كشري ممكن تعمليه في البيت، سواء الشطة او الصلصة او الدقة. الخلطة كلها مع بعضها هتكون حلوة جدا زي اللي بتباع في المحلات، واحلى وانضف. جربها على طريقتي وان شاء الله مش هتندمي. هتاكلي احلى والذ كشري ممكن تاكليه.